مش هعمل حاجه انا يرضي مني ان البيت ده كله بتفاصيله بكل الحاجات اللي عايزه تتنضف دي يبقى انا بس اللي انا اعملها وعليا انا بس. ازاي؟ طيب ازاي؟ محدش راضي يساعدني، ولا اختي عايزه تيجي تقول لي خلاص جوزي جه خلاص فات الاوان مش هتشوفي وشي تاني خلاص غير يوم العيد. واحنا بنتقابل عند امك. بنتي الصغيره برضو طالبه مبلغ رهيب تقول لي 250 جنيه عشان اعمل معاكي. يعني بنتي الكبيره مش هنا اصلا، وحتى لو هنا هي مش هتعمل حاجه لان هي بتبقى تعبانه جدا من الدراسه والمذاكره والكلام ده كله. فاللي هي جايه اصلا اجازه العيد يعني جايه تستجم، جايه مش تستجم يعني جايه تاجز بقى، جايه تقضي العيد هنا. فالمفروض البيت يبقى نظيف وحلو. مش هتسيب هي هناك الشغل والتعب والشقه والمذاكره وتيجي تلاقي البيت بالمنظر ده. يبقى انا حتى حرام عليا، يبقى انا حتى حرام عليا ان انا اخليها يعني تيجي تشتغل الشغل ده كله. المهم طبعا زي ما انتم شايفين انا كمان قررت مش هعمل حاجه، مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه ابدا ازاي. بس هو لازم في نفس الوقت لازم الحاجه تتعمل ولازم الحاجه تتروق عشان العيد. الناس كلها في العيد بيبقى بيوتها كده بتشف وترف من النظافه وبتلمع كده وبتبرق من كتر النظافه. شايفين المنظر، شايفين الدنيا عامله ازاي. انا بوريكم التفاصيل دي ليه؟ علشان تخليكم معايا في الصوره، خليكم كده معايا في الصوره. هتقولي لي ابدا انت واحده واحده. ابدا ايه بقى؟ ابدا ايه؟ ابدا بايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ هتقولي لي انت بتشيلينا الهم ليه؟ مش بشيلكم الهم والله يا جماعه، انا بس مجرد بعتبركم اخواتي وبفضفض معاكم. لان اختي خلاص اتخلت عني، قالت لي لا خلاص مش هقدر اجيلك لان خلاص جوزي جه ومش هينفع ان انا اسيب البيت. وانا عندي هي ما شاء الله هي عملت بيتها، هي شقتها اصلا نظيفه زي الفل، والمطبخ بتاعها عملته وكبت ميه ودلقت وميه وصابون وخلت المطبخ بتاعها زي الفل. وانا دنيتي هنا زي الزفت والسطح زي النيله. شايفين السطح عامل ازاي؟ شايفين؟ سيبكم من السطح ماشي، ممكن السطح ايه. شايفين كل البيوت اللي انا بصورها لكم دي جميله. البيوت دي كلها كانوا ناس اصحابي قبل كده، يعني قبل ما خلاص اخد قرار ان انا ما يبقاش لي اصحاب. بيوتهم فله، بيوتهم من جوه بسم الله ما شاء الله بتشف وترف من النظافه. لكم ان تتخيلوا الناس دي وهي واقفه في البلكونات كده تتفرج على السطح بتاعي. ايه ده؟ بيبقى منظري ايه قدامهم؟ بيبقى منظري ايه؟ يقولوا ايه ده؟ ايه السطح المهجور ده؟ ايه السطح اللي عليه كميه اوساخ وزباله وكراكيب رهيبه ده؟ ما بالكم بقى الشقه من تحت زي ما صورت لكم كده، ما بالكم المطبخ والحمام والمنور وكل حاجه، كل حاجه نيله، كل حاجه زي الزفت زي الزفت. بالتالي المنور ده اسهل حاجه في الليله دي كلها. ممكن ده يتعمل يعني ايه، مش هياخد مني مجهود او هياخد شويه وقت بس مش هياخد مني مجهود. او شايفين الدنيا عامله ازاي؟ شايفين المنظر عامل ازاي؟ مواعين في كل حته، مواعين في كل مكان، وحاجه اخر مرار والله العظيم. ربنا بقى يرحمنا برحمته لان انا خلاص مش عارفه بجد، مش عارفه ابدا ازاي، مش عارفه اعمل ايه. وفي نفس الوقت لازم اعمل الكحك والبسكوت والحاجات دي. هتقولي لي لا مش لازم تعملي. لا عايزه اعمل، انا جبت السمنه والسكر وكل حاجه وعايزه اكمل. يعني انا عملت بس شويه بسكويت وبسم الله ما شاء الله العيال من بعد الفطار بيفضلوا رايحين جايين عليهم خلاص قربوا يخلصوا اصلا. وعملت اللي هو المنين ببلح ده وخلاص على كده، ولا عملت كحك ولا عملت فطور. وجايبه الحاجه وجايبه مكسرات وجايبه كل حاجه. ما انا وريتكم الحاجات، وجايبه الزبده وجايبه السمنه وكل حاجه جايباها والدقيق والسكر يعني والملبن، جبت كل حاجه. يعني انا حاجتي جاهزه بس مش عارفه اعمل ازاي، مش عارفه اقف فين اصلا، مش عارفه اقف. يعني عايزه اقف في مكان كده نضيف اعمل فيه، مش لاقيه. طبعا في كوم غسيل اهو عايز يتغسل، هاخد بس شويه الغسيل دول احطهم في الغساله. ادي اللي انا شاطره فيه، ادي اللي انا فالحه فيه. اغسل وخلاص على كده. احط غسيل في الغساله وانشر والم الغسيل، وحتى الغسيل بلمه مش بطبقه، بركنه كده على جنب وخلاص على كده. بصوا الدنيا عامله ازاي، بصوا المنظر عامل ازاي. حاجه توجع القلب، حاجه مفجعه. فانا اعمل ايه طيب؟ انا اعمل ايه في المنظر ده؟ مفيش حد بيساعد، مفيش. يعني مع نفسي انا المفروض ان انا اعمل كل اللي انتوا شايفينه ده بجانب الفطار بقى، بجانب العصير وبجانب الاكل والشرب. ايه ده؟ جانب ان انا لازم اراعي الفراخ بتاعتي والطيور بتاعتي والسوق واروح واجي واجيب لبس للعيال وما جبتش نفسي حاجه. وشكلي كده مش هجيب حاجه. اجيب فين بقى وانا فاضيه؟ الحمد لله. هو انا فاضيه؟ مش عارفه. ربنا يرحمنا بقى برحمته. احط بس شويه الغسيل دول في الغساله واخلص منهم، بعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. عايزه ايه؟ اهي القماشه اللي بنفض بيها عندي كده. لا مش عايزه حاجه. ما هي دي جميله بنفض بيها حلو. بصوا بقى انا هنا قررت ايه، اخش على المنور كده واعمله. ماشي، ما بتلبسيش البنطلون ده ليه؟ حلو.
هنا بقى كان عندي الفول ده كنت حاطاه في الطبق البلاستيك ده علشان يتهوى يعني وينشف وكده، عشان انا كنت جايباه من الست يعني ايه زي المندي كده، فاهمين قصدي ازاي؟ فقالت لي فرديه كده في حاجه واسعه عشان ينشف ما يعملش ايه، ما يعفنش منك. فرحت حاطاه كده في الطبق اديله شهر، اصلا المفروض قالت لي يومين 3 ولميه، اديله يجي شهر واكتر من شهر كمان قبل رمضان والله. فهلمه بقى كده في الشويله دي واحطه بقى على جنب كده عشان اروق الدنيا شويه، افضي المنور كده واروقه شويه. يلا صلوا على النبي يا جماعه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. قولي لي بقى لو انت مكاني كده هتعملي ايه وتبداي ازاي؟ ولو انت مكاني اصلا يعني هتقدري تعملي كل ده؟ مش عايزه كلام وخلاص، نقدر نعمله. واحده بتقول لي ان المطبخ بتاعك ده ما ياخدش معايا نص ساعه، وواحده تانية تقول لي ده انا اعمل لك المطبخ ده في ساعه. دي المواعين لوحدها عايزه لها ساعتين، والبوتاجاز لوحده عايز له ساعتين. المطبخ ده عايز له يومين 3، يعني حتى مش ساعتين 3، لا يومين 3 عشان ينضف كده ويبقى ها ادمي. فالله المستعان، هعمل ايه طيب؟ انتوا عارفين الناس كلها بتبقى في العيد بتعيد وبتتفسح وبتروح وبتيجي، وانا ببقى شغاله في البيت برضه، ببقى شغاله برضه، مش اللي هو اعمل اكل لا ببقى شغاله بنظف برضه وبعمل. ما عنديش راحه، انا ما عنديش اوبشن الاجازه، ما عنديش اوبشن راحه ده خالص. انا اللي عامله في نفسي كده والله، انا اللي مكركبه كده كل حاجه فوق دماغي، انا اللي لازم اعملها بايدي. طب والفول السوداني ده ما الناس بتجيبه من المقله، تجيب نص كيلو تجيب كيلو على قدها وخلاص على كده. ايه اللي انا بعمله في نفسي ده؟ اقعد اجيب كميات واقعد احمص واقشر، ايه ده ايه ده ايه ده؟ كل حاجه بقى انا اللي عايزه اعملها بايدي، وما بعملش حاجه خالص، ولا بطول بلح الشام ولا عنب اليمن. ايوه صح كده، ولا طولت بلح الشام ولا طولت عنب اليمن. ليه بقى؟ حاطه فوق دماغي حاجات كتير، مكربسه فوق دماغي الدنيا كلها، فما ينفعش ما ينفعش. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. المشكله ان انا عارفه المشكله وعارفه حل المشكله، بس مش قادره، مش عارفه والله بجد. خلاص يعني انتوا خلاص يعني قلتوا لي كل حاجه، وفي نفس الوقت انا مش قادره اخد الخطوه دي. كملوا جميلكم معايا يا جماعه، وقفوا معايا وشجعوني كده في الفتره اللي هي بتاعت ايام اللي قبل العيد دي، في ال10 الاواخر اللي انا اصلا ضيعتهم خلاص مني، ولا بركز في قيام ليل ولا بركز في قراءه قران. خلاص كل تركيز الوقت استغفر الله العظيم يا رب في البيت وتنظيف البيت. خلاص كده ليله القدر السنه دي راحت مني، مع ان انا عارفه فضل ليله القدر دي وعارفه قد ايه يعني هي معجزه في تحقيق المستحيلات. تحقيق المستحيلات، مش هقول تحقيق الاحلام، تحقيق المستحيلات. ضيعتها مني، ضيعت ال10 ايام مني. استغفر الله العلي العظيم واتوب اليه. اللهم اني استغفرك واتوب اليك. السجاده دي عايزه تتغسل، واللي في المطبخ عايزه تتغسل، وسجاد البيت كله عايز يتغسل والله العظيم، زي ما بقول لكم كده كل السجاد في البيت عايز يتغسل. يلا ربنا يعيننا ويقوينا بقى. قلت بقى ايه يا بنت تعملي المنور او ده ايه حاجه سهله كده ومش سهله قوي، بس هنضفه بقى عشان بحيث هغسل السجاد بكره ان شاء الله، بحيث بقى لما اجي اغسل السجاد اغسله كده في مكان نظيف يعني. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفرك ربي واتوب اليك. واحدة في الكومنتات كاتبالي في الفيديو اللي فات مساء الخير نظمي حياتك، اللي هو بصوا خير الكلام ما قل ودل. فعلا مساء النور يا قمر، حاضر هحاول انظم حياتي. تقولي قومي الصبح وخلصي شغل البيت هتلاقي نفسك مرتاحة، والكلام بصراحة سهل، كلام مفيش اسهل منه. طب انا عايزة اقولكم ان انا النهاردة قايمة 8 والله وشوية، 8 وحاجة يعني قبل 9 يعني، ولا عملت حاجة غير اللي انتوا شايفينه ده.
غير النضج. او الساعه كام دلوقتي بكلمكم؟ الساعه كام؟ الساعه 2:30 العصر، خلاص هيأذن اهو. الساعه 2:30. متخيلين اللي انا فيه؟ سبع ساعات، 6 ساعات، 6 ساعات ما انجزتش فيهم حاجه. صحي من الساعه، قولي 8:30، الساعه 2:30، 6 ساعات. يا الله. قاعده، عارفين قاعده بقى، قاعده بصه للسقف كده، انا ورايا كذا وكذا وكذا، وانا هعمل كل ده لوحدي، هو انا هعمل ايه ولا ايه كده، قاعده بقى بكلم نفسي بكده. لكن اقوم بقى اخد خطوه، لا مفيش خطوات. مسكت بقى الخرطوم وقلت امسح بقى مسحه نظيفه كده محترمه بصراحه، علشان انضفه كده وهيئه بقى الغسيل السجاد، اللي انا مش عارفه اغسل السجاد ازاي اصلا. يا رب يا مسهل الحال يا رب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفرك ربي وأتوب إليك. ايه رأيكم بقى؟ شفتوا المكان نضف وبقى حلو ازاي؟ عقبال يا رب البيت كله يبقى بيلمع كده من النظافة يا رب. ادعوا لي يا جماعة، ادعوا لي ان ربنا يقويني. هنا بصوا المكان يعني الى حد ما بقى كويس وجميل كده ونضيف. الله، النظافة دي راحة نفسية تحفة والله العظيم. عقبال البيت كله يا رب. هنا بقى جبت الشرشوبة علشان انشف بقى الارض كويس. بس كده، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
بصوا المكان نضف ازاي وبقى فله فله. ايه رايكم بقى فيا؟ يلا حطوا لايك بقى للحته الحلوه دي. يا ستار يا رب، هنا ديسلايك على طول. يا رب ارحمنا برحمتك، المطبخ اللي مش عايز يخلص ده.